نستمع إلى نتقاسم بعض هم مثلنا ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم. سفراء النجوم تتواصل معكم. وصلنا لساعتنا الثالثة على موجات إذاعة الشباب، توقيتنا 11 بتاع الليل ودقيقتين مع الأغاني، مع الكوكتيل الراي ذي اللي اقترحناها عليكم. ما نتصورش كان فيكم شكون قاعد عاقل الحقيقة، خاطر احنا في استوديو ما قعدناش عاقلين، معناها ما نحبش نحكي بالتفاصيل، أما راهو ما قعدناش عاقلين. نمشي لسيد المستمع، وانا ديما نقول سيد المستمع، وفرحانه انه المداخلات نسائيه، معناها مستمعين ماذا بيا زيد، علاش لا يكونوا موجودين معنا المستمعين الاوفياء، شعرائنا، محبي سفراء النجوم. رقمنا سهل برشا، 71 844 411. نمشي نسمع إيمان. معنا إيمان عنا عمتولة راهو سفراء المستمعين. أهلا وسهلا يا إيمان. عسلامة ألفة، سعيدة جدا بإني نتعدى معك في برنامجك، وإن شاء الله ديما لاباس. إن شاء الله يا ربي. أنت أول مرة تشارك معايا إيمانة؟ أيه أول مرة معك أنت، أول مرة. أول مرة. كيفاش لقيتنا؟ احنا في العادة استضافات ودول، واليوم كيفاش لقيتنا؟ أنا حبيتها سهرية عيادي اليوم الحقيقة، معناه جمعنا الشعر. تجمعنا الشعر ويجمعنا الكلمة. بعد شوية نهدي لكم سميح القاسم. بعد شوية انت شكون تحب من الشعراء إيمان؟ أنا نحب كل مبدع مهما كان، الفايدة يكون قلمه هكا يزخر إبداعا. ايه، اما اكيد كل واحد فينا عنده غرام، معناه انا نتصور انت قبل ما بديت تكتب وتكتشف انه عندك الموهبة هذيا اكيد كان عندك غرام بشعراء. طبعا عندي غرام برشا شعراء وبرشا كتاب، واولهم جبران خليل جبران اللي خلاني نزيد نعشق الميدان هذا، واللي يمكن يكون هو من الاسرار اللي خلتني ندخل الميدان متاع الشعر والكتابه والفن هذا بصفه عامه. هو جبران خليل جبران رحم الله روحه. اكيد جدا من اروع الاقلام اللي قريت لهم، وبالحق معناها نتمنى وكان لي جون اللي يسمعوا فينا يكتشفوا كتابات جبران خليل جبران. شنو قريت له؟ ما نعرفش، تستحضر؟ أول ما قريت له دمعة وابتسامة، المؤلف المشهور الرائع الذي يلامس القلب حقا. وكتاب الحيوان والنبي، يعني النبي أشهرهم. أشهرهم النبي جبران خليل جبران. هو فنان بالأساس، معناها يرسم بالشعر ويرسم في الواقع زيادة، لأنه كان بارع حتى في الرسم زيادة. عنده عديد الكتابات. وأنت قديش معناها عندك مدة طويلة تكتب إيمان؟ عندي توا حكاية 5 سنين هكيكا. أنا من الصغر عندي الموهبة. طبعا هي الموهبة تولد مع الإنسان، لكن هو كي يكتشفها طبعا يتم صقلها. أنا اهتميت بالموهبة متاعي هذه، وكانت اكتشافتي موهبتي عن طريق الإنتاج الكتابي في المدرسة باغ اكزومبل. بعد ولدت الإنشاء في الكوليج والكل كنت متميزة جدا، وكانت هذيك الماتير الوحيدة اللي ما نحضر لهاش، خاطر يعني مبدعة فيها من عند ربي. فهمتك. وبعد بشوية هكا دخلت للدومين وبديت ننشط أدبيا مليح.
حلو برشا، حلو برشا. وانتي تحكي بكري قلت معناها من غرامك الجبران خليل جبران وعشقه معناها لمي زيادة، تعرف على القصة هذية؟ أي طبعا. أنت تحبين فيا وأنا أحيا فيكي، هكا ولا؟ أي باهي. وكتاباتك نشرت، جربت انك تنشرهم، قريتهم في ندوات؟ كتاباتي الخاصة أي عندي أكثر من 22 أو 23 مشاركة في الكتب الجامعة. أي أنا بدايتي بدأت بالكتب الجامعة بين الورقي والإلكتروني وبين التونسي والعربي، فما عندي كتب الجامعة يعني شاركت فيها عندها على شعاع عربي، يعني الجزائر، فلسطين. بلا أنا محظوظة فيك اليوم، محظوظة فيك أنا اليوم. أنت اليوم في حضرة سفراء النجوم معناها، حتى نورنا. إعلانية رائعة جدا مثلك، في أول مرة نتعدى معك، أما لو عندي عليك فكرة مزيانة برشا. الله يخليك. باش شنو باش تسمعنا معناها؟ أنا تشوقت إني نسمعك. الحقيقة أنا شوف جيت في آخر الليل ما حضرتش حاجة الحقيقة. ما تحفظش ملي تكتبوا؟ ما تحفظش؟ ما نحفظش. باهي مش مشكلة. قال أما أنا حبيت نحكي لك على الجديد متاعي. أي اللي هي عن دار الجازية، ليالي الجازية للنشر والتوسيع. تحية كبرى برشا 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 لمنتدى الجازية، الحقيقة نوروني وشرفوني، وأقلام ممتازة ومشروع بديو فيه، حلمة بديو فيها، واليوم قاعدين يقدموا بخطى ثابتة جدا، يعطيهم الصحة. طبعا. أي دار نشر رائعة جدا تستحق التشجيع على الخدمة المتقونة متاعها، رغم أنها كدار نشر هو المنتدى قديم برشا، لكن كدار نشر نزلوا في بدايتهم ومع ذلك أبدعوا. وأخص بالذكر في دار نشر هذه كريم حمدي ومدام مفيدة، تحية لهم، تحية كبيرة لهم. كتابي أطفال الزمن الأجمل عبارة عن مجموعة قصصية مرتبطة بالبرنامج المدرسي متاع تلاميذ السنة الأولى والثانية، الدرجة الأولى يعني من التعليم الابتدائي. طبعا قصص رائعة جدا، فيها هكا حكايات مزيانة ممتعة بالنسبة للطفل، وفي نفس الوقت يعني تخلي الطفل تزرع فيه القيم الإنسانية النبيلة كما الصدقة، الحب الوطن، التآخي وغيره معناها من القيم. حلو برشا، حلو برشا. نتمنى لك كل التوفيق مؤكد. نتمنى لك مزيد من الإشعاع عربيا دوليا، وإن شاء الله نلقاوك في أعلى المراتب يا رب، وتنورني ديما. والمرة الجاية هكا اليوم كانت لنا مصافحة أولى، المرة الجاية تكون حاضرة معنا بكتاباتك إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، يسعدني ذلك. تعرف جبران خليل جبران يقول الحب لا يمكن شراؤه إلا بالحب، وأنا رسمالي مع المستمعين هي المحبة، والمحبة ما تبقى إلا ما يكون فما بالحق صدق في الحكاية، إنه يكون فما تواصل، إنه زيدا إنه ما يلقاكش. هذه تناقشنا فيها حتى في الكواليس. قلت راهو المستمع وقت يلقاك اليوم تقدم في نوعية معينة مثلا من الموسيقى، وبعد يلقاك تقدم في نوعية أخرى مغايرة تماما، يحس حتى إنه ما عندكش ثبات في الاختيارات، ثبت في الموقف. ما نعرفش فهمتني إيمان ولا لا؟ فمن الحاجات هذه إنه زيادة اللي تخلي التواصل. أنا ديما شو نقول هذا رسمالي. فإن شاء الله ديما نكون عند حسن ظنك إيمان، ونستناك إن شاء الله الاثنين الجاية 19 7 دونك 26 أوت معنا عن طول. بدل التوقيت ننصحك باش تسمع إيمان، خاطر إيمان الاثنين الجاية باش تقرأ لنا من كتاباتها. تفهمنا؟ إن شاء الله، يشرفني ذلك. الله يخليك، الله يخليك. صوتها رقيق، عرفت، نحسها باش تنافسني، باش تجي تخدم معايا. تنورني يا إيمان، تنورني. شكرا ليك إيمان. عايشك. يعيشك. بعد إيمان